إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تفرج الهم والغم والكرب عن قلوب المسلمين، صلاة ترفع بها العذاب عن كل من في القبور، صلاة تسقنا بها من يده الكريمة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا سمعت قصيدة شعر جميلة جدا عجبتني قوي، بتقول منطقي لما يبقى يتيم وأمي ويبقى سيد العالمين، منطقي إن الحساد هتكتر والعدا والكارهين، واللي هيقول لك ده شاعر واللي هيقول لك ده ساحر واللي هيقول لك ده كافر، واللي يكتب واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم. منطقي ده كله منطقي. هي غيرة زي غيرة الوليد بن المغيرة، مش كان هيسلم بس حاجة في نفسه حكت، كبره خلى نفسه شكت، أصل ده الكبر ده أكبر خطر. بس يعني الجنة تعمر وحدها، حبة في الجنة ونعيمها وحبة في سكر. منطقي برضو الكلام منطقي. ومنطقي لما يبقى المسلمين حالهم كده، منطقي لما يبقى المسلمين حالهم كده، تطلع ضوافر للعدا، ما دمت مش زارع بإيدك غلتك والجوع قرص على معدتك فزلتك، ما دمت متشتت وتايه في الكلام، فين الودان اللي هتسمع كلمتك؟ ومنين يجيلك وش تغضب ولا تحمق ولا ترفع شكوتك؟ هما مش قاصدين يهينوا المصطفى، هما مش قاصدين يهينوا المصطفى بحبة صور، هما عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر. هما قاصديني وقاصدينك وقاصدين كل جيلنا، وطول ما بنطاطي وبنخبي وبنداري الحقايق لسه ياما راح يجيلنا. احنا ما رسمناش نبينا في العيون، لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، كانوا هيسموه بعدله وبسماحته وبهدوءه، كانوا شافوا ان الصحابة بتلحق المية اللي نازلة من وضوءه. احنا ما رسمناش نبينا في العيون، احنا فهمناهم ان الدين بتاعنا لا فيه ادب ولا فيه علوم ولا فيه فنون، اتلهينا في احنا كنا واحنا كنا ونمنا في اللي راح يكون. بس احنا فوقنا بجد، اسفين لك وراجعين لك، شعبك نشيط عامل وصافي وتقي، زيك يا سيدنا مصطفى يا ابو قلب طاهر نقي. اما اللي وكلاهم غيرتهم فده منطقي. فاللي بيحصل كله ده منطقي ان احنا اللي هنا نفسنا، منطقي ان احنا اللي ذللنا نفسنا للغرب، منطقي ان احنا اللي هان علينا اسلامنا فهن على الناس. ده كله يا جماعة منطقي. احنا مش عايزين نستسلم، عايزين نعمل صحوة كده جميلة، عايزين نكسر من الصلاة والسلام على رسول الله، عايزين نعمل يعني كل اللي سيدنا النبي يحبه. والله احنا شعب لو غضبنا وصحينا الدنيا كلها ما هتقدر تقف قصادنا، انما احنا اللي هان علينا الاسلام فهن على الناس. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك وردنا إليك رد الكرام عليك. اللهم ارزقنا قلوبا تستيقظ يا رب، اللهم ارزقنا قلوبا تستيقظ إليك يا رب. يا رب ارزقنا من العمل اللي يرضيك ويرضي نبيك ويتشرف بينا في الأمم. احنا للأسف أمة كبيرة ولكن كغثاء السيل، بدأنا نتهان في كل حتة وبدأنا المسلمين يتمرمطوا في كل مكان. ليه؟ عشان احنا هان علينا اسلامنا فهن على الناس. ايام ما كان المسلمين يعني سبحان الله الاسلام غالي عندهم والاسلام هو حياتهم ودينهم، كان كلمتهم فوق الكل. انما احنا للاسف احنا اللي ضلينا فضل الطريق منا، وبعدنا فبعد الكرامة والشرف والمهابة عننا. سبحان الله ربنا بيقول في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بس ربنا اشترط بإيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انما احنا للاسف احنا ما احناش كده، احنا كلنا مقصرين الا من رحم ربي. اللهم اني اقسم عليك
في هذا الوقت الطيب المبارك أن تردنا وترد المسلمين إلى الحق ردا جميلا. أما بالنسبة للي أساءوا للنبي، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أغلى وأعلى من كده. بيروى إن مرة واحدة أعرابية كانت مربية كلب في بيتها، فالكلب قعد يعني يعمل نباح وصوت فضايقها، فراحت طاردة الكلب بره البيت. فلما طردت الكلب بره البيت، الكلب بص في السماء لقى القمر مدور، فافتكروا رغيف عيش، ففضل الكلب ينبح ويبص للقمر وفاكره ان هو رغيف عيش. فسبحان الله فضل ينبح لحد ما الشارع كله قام، فبيبصوا للكلب وهو عمال يبص للقمر وينبح، فقالوا ما ضر القمر نباح الكلب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يضره مهما قالوا ومهما عملوا ومهما غلطوا في حق النبي، هم قصدين يضايقونا احنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ميت من اكتر من 1400 سنه، ولحد النهارده له حبايب وله اصحاب وله اتباع وله مريدين مش موجودين لاي شخصيه في الكون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده اللي بيحب يعني يتشهر ويتقال اسمه بيتمسح في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ما يعرفوهوش، يعني عذرا فانهم لا يعلمون. هم لو يعرفوا سيدنا النبي قد ايه كان كريم، وقد ايه كان حنين، وقد ايه كان لطيف، وقد ايه كان شايل هم المسلمين وهم الامه، قد ايه كان شايل هم الكفر قبل ما يشيل هم المسلمين. يكفينا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيموت يهودي كان بيقف يبكي، فبيقولوا له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال يقول نفس تفلتت مني الى النار. لما الملائكه جات له في حديثة الطائف وقالوا له لو أردت أن نطبق عليهم الجبلين لفعلنا، فقال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. كانت رحمته على الكافر قبل المؤمن، لأن لو ما غضبناش على حبيبنا النبي المصطفى هنغضب على مين؟ ولكن احنا نغضب من نفسنا قبل ما نغضب من الناس. ولكن أنا مشفقة على اللي هيحصل لهم من غلطهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفينا قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يكفينا الآية دي، صدق الله العظيم. يكفينا وعيد ربنا سبحانه وتعالى لهم بأن ربنا هيعذبهم عذاب مهين. ونرجع لحظة كده لورا ونفتكر الراجل الدنماركي اللي برضو عمل رسوم مسيئة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضو أيامها الدنيا اتقلبت. بعدها بفترة بسيطة الراجل ده جاله مرض في إيديه، بقى واقف في الشارع يصرخ رافع إيديه للسما كده، وإيديه محروقة أكنها حد حرقها له، وعمال يصرخ ويستغيث ان حد يلحقه وان ربنا يلحقه. ولكن سبحان الله الا رسول الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يسيء للنبي وكل اللي يسيء للاسلام وكل اللي يسيء للمسلمين. ولكن ربنا سبحانه وتعالى مش هيفوتها لهم ومش هيعديها. انا مش خايفه الا على المسلمين، ومش خايفه الا على تفكك المسلمين وبعدهم عن ربنا وبعدهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خايفه ان احنا اللي نستوجب العذاب بسبب بعدنا عن ربنا وبعدنا عن رسول الله. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم انا نقسم عليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى الا تسلط علينا ظالما ولا فاسقا ولا فاجرا يا رب العالمين. اللهم خذ بايدينا اليك وردنا اليك رد الكرام عليك. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يجعلني جسرا تعبرون به إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة اللي أول مرة يشوفني وأول مرة يشترك في القناة، وما تنسوش تفعيل الجرس عشان كل حاجة أعملها توصل لكم بإذن الله. وما تنسوش اللايك، لأن اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخلي كل الناس تشوفه. وانتوا بتضغطوا على زر الإعجاب كده اللايك، يعني جددوا النية إن ده بنية نشر العلم، وربنا يتقبل مني ومنكم صالح العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.